هنبدا فتره كاس العالم، تصفيات كاس العالم من شهر 3. وسنه للناس اللي هي بتقلل من اي منتخب مصري بيلعبه. هو احنا بفهمهم ان احنا تصفيات ايه؟ تصفيات كاس عالم، تصفيات كاس نهائيات كاس انت بتلعب مين؟ هم المنتخبات دي منتخبات قويه، منتخبات عطلتك، منتخبات. انا كنت بس عايز اقول معلومه، يا ريت تنزل او يعني ما تتشالش. ده 2012 ما وصلتش كاس ما وصلتش نهائيات كاس تفتكر كان فين مع مين؟ طيب في مره 2012 كان مع كابتن حسن، 2013 كان مع برادلي، 2015 كان مع كابتن شوقي غريب. شوفوا المنتخبات، انت كان في ماتش من الماتشات كان مع برادلي اعتقد ولا لا مع كابتن حسن، كنت بتلعب افريقيا الوسطى، انت اتعادلت هناك 1-1 واتغلبت في مصر 3-2 وما وصلتش نهائيات. ونفس الشيء كنا انا بقول لك الثلاث دورات اللي انت ما وصلتش 2012 2013 2015 مع مدربين ما حصلوش. كابتن حسن مش عارف يعني مش محتاج اقول ايه، مع كابتن شوقي غريب. بتقلل ليه؟ انت ليه بتقلل من النجاح ومن الشغل ومن تعب مدير فني وجهاز؟ من حسام حسن بيجتهد وبيشتغل بيطلع لك لعيبه جديده، فانت ليه بتقلل ليه؟ في ناس قاعده تقلل هنا، ما انت وصلت كاس العالم، انت وصلت كاس عادي، ما انت ما كنتش بتوصل، انت ما كنتش بتوصل ولا كنت بتوصل كاس عالم ولا كنت بتوصل نهائي كاس والنتائج مطلعه، كل واحد يطلع. بس اما المفروض الاعداد بتاع البرامج دي يطلع ورق وقلم ويجيب كشف حساب. فاحنا هي دي اللي توصلك لنهائي كاس عالم، وهم دول الفرق دي اللي بتوصلك نهائي كاس الموضوع بقول الحمد لله النهارده المباراه عجبني جدا. انا استمتعت بالشوط الاولاني قوي. انا ما شفتش اللي انا شفته في الملعب. البنالتي ضربه جزاء دي انا شايفها مش ضربه جزاء خالص. حتى سالت كان مين دخل عليه، كان اللي اشترك محمد صابر بيحلف لي ما لمسوش. وطبعا كان في تلكيك، وكان من بدايه الشوط الثاني في تلكيك كده وفي جو مش مظبوط. حته الحكم، انا اول ما شفت الحكم الرابع مثلا اللي بره هو اللي بيدي قرارات من اول الماتش، بيدي قرارات وحاجات غريبه جدا يعني. على العموم يعني الحمد لله ان اهم حاجه ان انت ماشي المسيره بتاعتك والمعدل بتاعك، انك انت لو ما كسبتش ما تخسرش. ان شاء الله ماتش بوتسوانا بعض اللعيبه اللي هم كانوا واقفين ان شاء الله هيبقوا موجودين. طبعا معانا هيبقى مرموش معانا، هيبقى تريزيجيه معانا، هيبقى مروان معانا ان شاء الله مع المجموعه اللي موجوده ديت. طبعا تغيير النهارده خسرنا شحاته في اول الماتش اللي كان فورمه هايله، ومن اللعيبه ان شاء الله بقول لك مستقبله هيبقى قوي جدا شحاته، وخصوصا لو لعب في الحته بتاعته ديت في نص الملعب في الدفاع.